اهلا بيكم في حلقة جديدة من حكمة المحكمة. المحكمة النهاردة حكمت للزوجة بالتطليق خلعا بعد ما ردت المهر اللي كان 1000 جنيه. وفي الاستئناف حكمت المحكمة بأحقية الزوج انه ياخد 1,000,000 جنيه من الزوجة. تعالوا نشوف مع بعض الحكمين وازاي حكمت المحكمة. حكمنا النهاردة من محكمة أسيوط. الزوجة رفعت دعوى خلع وقالت انها بتخشى ألا تقيم حدود الله وانها عايزة تتطلق خلعا. المهر المكتوب في القسيمة كان 1000 جنيه. قدمت ما يفيد انها دفعت 1000 جنيه وحطتهم في خزنة المحكمة وطلبت من القاضي تطليق خلعا. محامي الزوج قدم طلب عارض وقال انه الزوج قدم للست شبكة ومنقولات زوجية بتقدر ب1,000,000 جنيه، وانه هو من حقه يسترد المهر بتاعه، لانه طبقا للخلع المفروض انه مقدم الصداق يتم رده. المحكمة ما التفتتش لطلب الزوج وقالت انه لا، الزوجة من حقها ان هي تاخد بالمهر المسمى الموجود في العقد، وانه الزوج لو عايز يلجأ للمحكمة علشان يطلب المهر اللي هو الصوري اللي احنا بنقول عليه يبقى يلجأ للمحكمة المختصة. ده الحكم الاولاني اللي المحكمة فيه طلقت الزوجة طلقة بائنة خلعا، وفي نفس الوقت قبلت الطلب العارض بس رفضت ان هي تاخد بموضوع. محامي الزوج ما سكتش. محامي الزوج عمل ايه؟ محامي الزوج استأنف الطلب العارض. الله، هو ينفع الاستئناف في الخلع؟ الاصل انه ما فيش استئناف في الخلع، ده حكم نهائي وبات. لكن الاستثناء انه المحامي طلع شاطر قوي. عمل ايه؟ استأنف الطلب العارض، مش استأنف حكم الخلع ذات نفسه. اتقدم لمحكمة استئناف أسيوط وقال انه الست دي اخدت من الراجل ده عفش ب300,000 جنيه وذهب والماس بحوالي 700,000 جنيه وسافرت معاه الخليج وسابته وهو هناك ورجعت وقال ايه؟ عايزة تخلع. يبقى المفروض انها ترد المهر الموجود، مش بس الموجود في القسيمة، لانهم ما كتبوهوش في القسيمة علشان الرسوم والحاجات اللي بياخدها المأذون، لكن كان مكتوب في قايمة المنقولات انه الجزء الموجود في القايمة ده جزء من المهر، وكمان جاب شهود اثبتوا الكلام ده. طب محامي الزوجة عمل ايه؟ محامي الزوجة بقى قال انه ما ينفعش ان احنا نستأنف الخلع، وبناء عليه ما ينفعش ان احنا نستأنف الطلب العارض اللي موجود فيه، وكمان ما ينفعش نثبت الكلام بتاع انه مديها حاجات ب1,000,000 جنيه الا بالكتابة، لانه الاثبات في الامور دي لا يتم الا بالكتابة. طيب المحكمة بقى عملت ايه؟ المحكمة سمعت شهود الزوج وسمعت شهود الزوجة وشافت الأوراق اللي قدمها المحامي بتاع الزوج في حافظة المستندات اللي فيها فواتير ألماس وذهب وعفش وحاجات بتقدر بحوالي 1,000,000 جنيه. المحكمة تيقنت وعقيدتها توصلت إلى إنه الزوج كان فعلا مقدم الحاجات دي للزوجة كجزء من المهر ومش على سبيل الهدايا، لأنه ده مش مقنع. وبناء عليه المحكمة قبلت الاستئناف شكلا، وفي الموضوع قالت للزوجة يا ست انتي عايزة تخلعي لازم تردي للراجل دوت 1,000,000 جنيه بتوعه. شفتوا ازاي المحكمة بتحكم بالحق؟ المحكمة من ساعة ما كانت حاكمة في أول درجة بالخلع رجعت تاني وغيرت حكمها وقالت لها عايزة تخلعي ادي الراجل حقه. هي دي حكايتنا النهاردة. اتمنى تكون عجبتكم. يا ريت تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناة علشان تشوفوا كل جديد مع حكمة المحكمة، وإن شاء الله أشوفكم في حكاية جديدة.